الله عندما يريد أن يعطينا بركة لازم يعلمنا ويقرص ودنا مرات ويقفل علينا محبس. كلمة محبس مش حنفية، المكان يتقفل عليك لوحدك. لماذا يشكو بعض الناس من التأديب؟ جايز الوعظة ما تجيش على هواك، لكن هتجاوب على شوية أسئلة، استحمل شوية يا أحبة. الله مرات يسمح لبعضنا بفترة اسمها فترة تأديب. ايه فترة تأديب؟ يدخله كده مكان ممكن لوحده معهوش حد، وممكن يتألم لوحده، وفترة دي الله يعلم عليها كده اسمها فترة تأديب. مين يعرف يقراها؟ كتير من الناس مش بيعرفوا يقروها، وبعدين يجوا يتذمروا ويقولوا ربنا عمل معانا حاجات وحشة جدا. لكن النهاردة أنا هتجول معاك برضو. أنا بفتح لك الكتاب المقدس مع حضراتكم عشان نفسي أنكم تجيدوا هذه الحرفة، حرفة التفتيش في الكتاب، لا فقط مستمع لكن مشارك. يقول في رسالة العبرانيين إصحاح مشهور جدا اسمه إصحاح التأديب، يقول كده، يقول لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد. طبعا في الزمن اللي احنا فيه لو قلنا انه في ربنا بيجلد واحد يقول له بيجلد ربنا بيجلد، صدقني بيجلد، بسألني انا. لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ معقولة في ابن أبوه مش يعني سايبه كده براحته؟ لكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون. لو مش قابل التأديب أو بتهرب منه، ربنا بيقول لك أنت لست ابن شرعي. الابن الشرعي هو الذي يقبل التأديب. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، يعني أبويا يأدبني. وعلى فكرة لما بشوف ولد كويس قوي وبنت كويسة جدا بأشير من قريب ومن بعيد إنه في حد ورا الناس دي خلاها حلوين. يقول قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك على آبائنا أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. طبعا يا ويلك لو وقعت في واحد مخه تعبان، أب يعني، وعمال يضرب في ابنه رايح جاي، قال لك لا ده حسب استحسانه، لكن مش ده المقصود بالتأديب. التأديب مش مقصود بيه إن واحد عمال يلطش في واحد. وأما هذا فلأجل المنفعة. بيقول لك ربنا ما بيجي يأدب عشان منفعتك لكي نشترك في قداسته. خلينا أشاركك وأقول لك إن التأديب، خدها مني نصيحة، اسمها رسالة حب. الله بعت لك رسالة حب، مسج بيقول لك أنا بحبك. إيه ده؟ وأنا بتأدب وتحت تأديب. انتوا مش عاجبكم الكلام طبعا عشان انتوا شباب. وانا بتأدب، ربنا بعت رسالة حب ليا في الحياة، بيقول لي انا بحبك. لان الذي يحبه الرب يعمل ايه؟ يؤدبه. ربنا بعت لك رسالة حب، انت استلمت رسالة رهيبة جدا. ليه؟ لانه التأديب هيخليك انت بركة. تخيل لما حد يشوفك كده يقول لك يا فلان ده انت بركة يا اخي. الواحد اما يشوفك ولا يشوفك بيحس انك انت بركة، لكن لا يدري ما وراء هذه الحياة يا أحبة. الله عندما يريد أن يعطينا بركة لازم يعلمنا ويقرص ودنا مرات ويقفل علينا محبس. كلمة محبس مش حنفية، المكان يتقفل عليك لوحدك. انتوا عارفين ان يوسف، مغرم انا بقصة يوسف، حياة يوسف في العهد القديم.
يوسف بيحب اخواته جدا ومتعلق بيهم جدا، بس لما شافهم راح اداهم زي ما انتوا بتقولوا كشباب وش خشب. يقول اول ما شافهم يقول وحياة فرعون انكم جواسيس، وشايفينه لابس لبس مصري وحاطط كحل في عينه واللبس اللي فيه عريان من فوق شويه بتاع جسمه، وده عظيم مصر. فبقول لهم انتوا جواسيس، ده بقول لاخواته، اخواته مش عارفين. قالوا له احنا مش جواسيس، ده احنا ولاد راجل كويس طيب، احنا ناس طيبين. قال لهم 3 مرات أم أقل لكم أنكم جواسيس؟ يقول وجمعهم إلى حبس 3 أيام. يا يوسف يا حبيبي، تاخد إخواتك اللي بتحبهم تحطهم في الحبس؟ ده أنت تجيب لهم سوفت درينك، تغير لهم جو، تعزمهم على حاجة هوت دوج ولا حاجة، لكن تروح مدخلهم الحبس. قال دي الفرصة الوحيدة. جمعهم إلى حبس 3 مش يوم واحد، 3 أيام، وحاطط هو واحد بيراقبهم عارفين جوه السجن. فخرج بالتقرير يوسف يقول وقالوا بعضهم لبعض ألم نكن مذنبين نحو أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه استرحمنا فلم نسمع لهم. احنا النهاردة بنتوب. وتوبتوا امتى يا اخويا انت؟ قال لما اتحطيت فين؟ في المحبس. ربنا يحبسكم. مش عاجبكم الكلام؟ انا هكمل، شاري معايا. يا عزيزي هذه وسيلة اسمها لأجل المنفعة حسب استحسان الله نفسه. هذه بركة وأيضا ما يسمى أنك تشترك في قدسته، أن تكون قديس. الله عايزك قديس، دي وسيلة من الوسائل. أنا في فترة تأديب لكنه في فترة بركة.